نرجع تاني لأول مشهد هتصوره بهيجة حافظ، وهو مشهد اكتشاف زينب لخيانة زوجها في عوامة. محمد كريم بيحكي في مذكراته بيقول إن المشهد كان صعب وقاسي جدا ومليان حركة ومليان انفعال، وبهيجة حافظ أبعد ما يكون عن تأدية المشهد ده أصلا، لكن عشان يتجنب الخناق اتدخل إسماعيل بيك وهبي وأقنع محمد كريم إنه هيحفظ بهيجة حافظ الدور وهيعرفها تعمل إيه بالظبط. وافق كريم واستنى بهيجة تحفظ دورها، وأثناء التصوير الأداء كان من أسوأ ما يكون، ومع أول كلمة قالتها بهيجة حافظ وقف التصوير وقال لها ده غلط. ردت عليه على طول ببرود وقالت له إسماعيل بيك علمني كده. محمد كريم ما استحملش كتير وانفجر فيها، ودخلوا هما الاتنين في خناقة شديدة. عشان يفضوا الخناقة دي طلب من يوسف وهبي إنه يتفرج على البروفا من بعيد ويحكم بنفسه. بعد ما خلصوا البروفا كريم خرج ليوسف وهبي وقال له شفت بنفسك؟ فيوسف وهبي ميل عليه وقال له صور المشهد على عيبه، خلاص ما كانش فيه فرصة أو رفاهية للتغيير. وفي نهاية المشهد فقدت بهيجة حافظ وعيها، فشالوها ونقلوها للفندق.